له مكانة خاصة عندنا. النظام يكون عادل يعني في بيع وشراء. السمك من زمان بالكويت له مكانة خاصة عندنا، مو بس علشان أكل، ولكن هو جزء من تاريخنا وهويتنا البحرية. وهالسمك دائما نشتريه من زمان في المزادات، ولكن الحين العصر تطور وصرنا في أشياء مستحدثة، وصار في نظام جديد اسمه النظام البيع المباشر، واللي تحديدا حق السمك المستورد. شو اللي يميز النظام المقترح للبيع المباشر عن المزاد؟ السمك الطازج راح يكون نفس اي سلعه، نفس اللحم الطازج، نفس الدياي، نفس البيض. النظام يكون عادل يعني في بيع وشراء نفس اي سلعه. ليش؟ لان السمك جاي في فاتوره فيها قيمه، في شهاده منشأ، في شهاده صحيه، في بيان جمركي. المزاد او الحراء يوضع للصيد المحلي اللي ما في سعر تكلفه. فالبيع المباشر اللي نطالب فيه لان احنا شارينه في تكلفه معينه، فما يصير انا اشتري مثلا تكلفه كيلو سيباس ب3 دنانير، اذا نزلته مثلا بدينارين ونص. فاحنا نطالب بنظام عادل. انزين، قاعدين نقول السمك بالكويت، ليش حاليا نستورد؟ للاسف بسبب انخفاض كبير في الانتاج المحلي. الكويت قامت تعتمد بشكل كبير على السمك المستورد، نسبة تتعدى 70%. ففي أسباب مختلفة لهذا الشيء، من ضمنها فكرة أن نبي التنوع على المائدة الكويتية. الناس تحب سمك وأنواع مختلفة، فتحب أنواع مو موجودة بالكويت، فبالتالي نستوردها. عندنا سبب ثاني، فكرة الاستقرار الأسعار، واللي أنا أشوفه جدا مهم، علشان لما يصير في انخفاض في إنتاج سمك معين يكون عندنا البديل، فبالتالي ما ترتفع الأسعار. في أوقات يكون فيها منع صيد أو التزاوج وهالأمور، فما يكون في إنتاج. وأيضا الفجوة الغذائية، لأن الإنتاج المحلي مو قاعد يغطي الطلب المحلي، فبالتالي نحتاج أن احنا نستورد من برا. وانتوا شنو تفضلون، السمك المحلي ولا المستورد؟ وتشوفون أن نظام البيع المباشر الجديد أفضل ولا المزادات؟